مراهق جزائري خطفوا جاره وحبسوا عنده، والصدمة مدة الاختطاف كانت 28 سنة، ولقاوه محبوس في اسطبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه راح نحكي حكاية واحدة أخرى من حكايات الواقع الجزائري. وكل شيء ممكن، وهذا اسم برنامج جزائري قديم كان مشهور جدا في فترة التسعينات في 1998 في وقت الإرهاب والعشرية السوداء في ولاية الجلفة، وبالضبط في قرية القديس. أم جزائرية خرج ولدها اللي اسمه عمر بن عمران، وكان في عمره هذاك الوقت 17 سنة. راح للولاية ولاية الجلفة، ومن هذاك النهار مازالش رجع للدار ومازالش سمعوا عليه خبر. هذه الأم راحت البرنامج كل شيء ممكن وحكيت حكايتها، وطلبت من الناس إنهم يعاونوها باه تلقى ولدها، ودارت نداء، وبقاو الناس يحوسوا على عمر مولا 17 سنة يخرج من الدار ومازالش رجع. وعدت سنين وسنين وسنين، والحكاية تاع عمر تنسات، وأم عمر الله يرحمها توفات، وأب عمر ولا شيخ. حتى جاء يوم 13 ماي 2024 لوحدة سيدة في الفيسبوك نشرت منشور يثير الشبهات، مسحاته زاد عاودت نشراته، وهذاك المنشور كان هو الدليل اللي يلقاو به عمر. راحت فرقة الدرك الوطني والشرطة إلى منزل الخاطف، دخلوا له للدار وفتشوا، ولقاو عمر محبوس ومخبي في اسطبل. ولقاو الخاطف عنده 61 سنة ويخدم حارس في البلدية، راجل ماهوش متزوج وعايش وحده وعايش حياته بشكل طبيعي جدا. ولقاو عمر اليوم في عمره 45 سنة، وراح 28 سنة من حياته وهو محبوس عند هذا الراجل، ضيع له سنين من عمره. وهذا الشخص اللي خطفه نهار اللي خطفه كان عمره 33 سنة، ودركا عنده 61 سنة. إذن الحكاية هذه حكاية اللي انشهرت بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في القنوات العربية. ويحكيو أيضا جيران عمر إنه عمر كي كان صغير عنده 17 سنة كان عنده كلب، وكان هذاك الكلب يحبه بزاف. ونهار اللي تخطف فيه عمر، هذاك الكلب كان يقعد بحدا دار الراجل اللي خطفه سمانة لولا وهو قاعد بحدا هذيك الدار. وفجأة لقاو الكلب ميت وما على بالهمش كيفاش مات، والناس كاملة اتفقت على ان هذا الخاطف هو مشعوذ وساحر، واختطف عمر عنده في الدار وحبسه باه يمارس عليه طقوس السحر والشعوذة. وكي حكموا هذا السيد اللي اختطف عمر، قالوا انه لقاو في يديه في زوز خواتم، وهدوما الخواتم يحكم بيهم يعني يمارس بيهم السحر والشعوذة. وكان رابط عمر بواحد من هدوك الخواتم باه ما يقدرش يخرج من الدار وما يقدرش يهرب. وكاين ناس يقولوا انه في الدقيقة اللي نحاو فيها الخواتم من يدين الخاطف، عمر قدر يهدر وقدر ينطق، وقال لهم اني انا كنت نشوف افراد العائلة تاعي دائما كيكونوا معديين من بحد الدار، لانه الخاطف كان داير له طاقة صغيرة كان يقدر بها يشوف أفراد العائلة تاعو يعدوا من بحد الدار ويشوف الناس، ولكن ما كانش قادر يعيط ولا يهدر ولا يقول لهم راني هنا أرواحولي. وكاين ناس تاني قالوا أنه سبب اختطاف عمر هو أنه عمر كان إنسان زهري، واللي ما يعرفش معناتها إنسان زهري هو إنسان فيه علامات، مثلا خط في لسانه، خط في يده، هذوك العلامات سامة باللي هذا الإنسان زهري ويجيب الزهر. والسحرة يحبوا هذا النوع تاع الناس ويحبوا يخطفوهم باش يمارسوا عليهم طقوس السحر والشعوذة. هو ما كانش منها يعني إنسان زهري، هذا مجرد جهل، ما كانش منها يعني في الواقع. ومجلس القضاء بولاية الجلفة نشر بيان صحفي يهضروا فيه على قضية عمر، وعلى أنهم أيضا رايحين يديروا كامل التحقيقات اللازمة في قضية اختطاف عمر، وأيضا رايحين يحاسبوا الناس اللي كانوا سبب في اختطاف عمر. خصوصا أنه الناس قالوا باللي المرأة اللي فتحت الحكاية تاع عمر وأنه مخطوف
هي أخت الخاطف. يعني قاعدين يقولوا إنه عائلة الخاطف كامل كانوا على بالهم باللي عمر راهو مخطوف عنده، وكانوا ساكتين ما كانوش يهضروا. وكاين ناس قالوا إنه عمر ما كانش أصلا مخطوف، وهو اللي عجبه الحال ومش حايب يرجع لدارو ومش حايب يرجع لماليه. علاش قالوا هذه الهضرة؟ لأنهم كي شافوا الصورة نتاعو في مواقع التواصل الاجتماعي بان لهم انسان نورمال، ما بان لهمش انسان مخطوف، ما عندهم حتى دليل ولا هيئة تاعو تبين باللي هذا انسان كان مخطوف. بان لهم انسان عادي، بان لهم انه مع عناصر الدرك الوطني والشرطة كي دخلوا للمنزل وشافهم، هو اللي راح للاسطبل تخبى التميت لانه خاف منهم وخاف لا يشوفوه. يعني قالوا باللي يكون هو اللي خبى روحه لتما، ويكون هو اصلا هو اللي مش حايب يخرج، هو اللي عاجبه الحال. ولكن عادي جدا، انا بالنسبه لي نشوفها نورمال. 28 سنه وبصحه تاعو تبان مليحه، عادي يعني. قادر الخاطف يكون عنده لسان ويعرف كيفاش يغسل له الدماغ نتاعو ويخدعه، خصوصا هو خطفه كي كان عمره 17 سنه. ممكن يكون عذبو عوامل اللين ومن بعد غسل له الدماغ تاعو بالهضره، حتى ان هذا السيد تحبس في الدار وما قدرش يخرج. يعني كاين احتمالات ياسر لهذه الحكايه. حطوا لي آراءكم في التعليقات. وهنايا وصلت إلى آخر الفيديو. وقصة عمر ما زالت ما كملتش، يعني ما زالهم ما حكموش يعني كامل الناس اللي كانوا السبب في اختطاف عمر. حكموا فقط الراجل مول الدار، هذاك اللي قاعدين يتهموا فيه بالسحر، قاعدين يقولوا انه ساحر ومشعوذ، هذايا حكموه. ويعني والنهاية القصة ما زالت ما كملتش، يعني الحكاية ما زالها، ما زلنا نشوف التحقيقات من بعد ونشوف صدور الحكم النهائي. وشكرا على المشاهدة.